مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد ومكملين في حوار الصراحة من امبارح. طبعا انا النهاردة قررت ان انا اعمل لكم فيديو مكملة حوار الصراحة بسبب الخبر المنتشر اللي من امبارح في مصر وفي الدول العربية طبعا، ان الدكتور اللي هو بتاع التغذية ان هو توفى. طبعا لو الخبر صحيح الله يرحمه. انا ما كنتش من اتباعه وما كنتش مقتنعة بكلامه بصراحة، بس ما كنتش بطلع اعمل فيديوهات ضده، لأن ده واحد بيقول رأيه وبيقول إن هو دارس وبيقول إن هو ده اللي درسه. فأتفق معاه أو ما اتفقش معاه دي مش مشكلة، المهم إن أنا ما هاجموش من غير دليل. يعني أنا ما كانش عندي دليل غير اللي هو بيقوله، يعني هو بيقول حاجة وأنا ما عنديش دليل على الورق ضد اللي هو بيقوله، فما عنديش أي فرصة إن أنا أطلع أحاربه أو أهاجمه أو أقول إن هو غلط. ليه؟ لأن معرفش، يمكن يكون كلامه صح. بس كنت باشوف فيديوهات كتير جدًا، جدًا، جدًا لناس كتير جدًا كانوا بيطلعوا يهاجموه، وطبعًا وقفوه وخدوا الرخصة بتاعته وكل ده، وهو ما بطّلش. بس أنا النهارده طالعة أتكلّم عليه علشان ده أكبر دليل على إن إحنا ما ينفعش نقول الصراحة. يعني لو إحنا مقتنعين، في ناس كتير عاملين فيديو إن هو بيقولوا دلوقتي إن كلامه كان صح. أنت لو كنت مقتنع إن كلامه كان صح، ليه ما طلعتش عملت فيديو ووقفت جنبه لمّا كان عايش وقُلت إن كلامه صح، وإن كلامه مقنع، وإن كلامه مُثبت بحاجات علمية ليه؟ أنا شُفت فيديو النهارده لواحد بيأكد على كلامه إن هو جرّب اللي هو قاله وخَف وكان عيان وخَف إحنا كل يوم بنثبت لشعوب كتير أوي، أوي، أوي إن إحنا شعوب مزيفة بجد، وعمرنا في حياتنا ما هنتغيّر. إحنا هنتنّينا كده طول العمر، لإن أنا طول عمري باسمع هنا من ساعة ما جيت في النرويج، يعني طول الوقت أسمع إن الناس مثلًا لمّا حد يسألهم بلدكم حلوة، بلدكم كويسة، فيقولوا له إحنا خدت مننا 100 سنة، يعني خدت مننا أجيال كتير على بال ما عملناها كده. آه طبعًا إحنا مبسوطين إن بلدنا كده، بس اشتغلنا عليها كتير أوي، 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 واشتغلوا على عقولهم، يعني على عقولهم برضه. وده أكبر يعني تصديق على الفيديو بتاعي اللي أنا عملته امبارح على فيديو الصراحة، إن إحنا عايشين في مجتمعات ما ينفعش نقول رأينا بصراحة، ما ينفعش. ما فيش أي حد، أنا ما شُفتش أي فيديو وهو عايش لأي حد طلع قال إن الراجل ده كلامه حقيقي أو كلامه صحيح، أو هو مثلًا مقتنع بده، أو هو دارس، أو هو معاه مستندات علمية، فهو يا جماعة صح. ولا فيديو على السوشيال ميديا، بس كل حاجة طلعت بعد ما مات. إحنا يعني للحد ده مزيفين بجد. أنا عندي حالة صدمة وحالة ذهول من امبارح من الخبر، عشان قد إيه كل يوم حاجة بتحصل في بلدنا بيأكد لي أكتر إن إحنا شعب مزيف، إن إحنا ناس كلها مزيفة. كل حاجة بتسمعها على الإنترنت وكل حاجة بيقولوها وكل حاجة، إحنا في ناس كتير ودايمًا دايمًا أنت عندك ناس كده مخصصين بيطلعوا هُم بيهاجموا علشان يهاجموا، ما عندهمش أي دليل، وما عندهمش أي ثوابت علمية خالص. والراجل ده اتهاجم كتير جدًا، أنا ما كنتش أعرفه شخصيًا والله ولا ليّا دعوة بيه ولا أي حاجة خالص، ولا كنت باسمعه ولا من أنصاره، بس عمري ما أفتكر إن أنا عملت فيديو وهاجمته وقُلت إن هو مثلًا ده كلام متخلف، ده كلام مش صحيح، ده كلام، لإن ده واحد بيقول رأيه هو حُر. لو إحنا عايشين في بلاد حرة ينفع نقول رأينا وما نتهاجمش، سواء في الطب، سواء في السُلطة، سواء في البلد، سواء عن أي حاجة. بس إحنا مشكلتنا إن إحنا بنخاف كُلّنا، حتى أنا، يعني أنا مش باقول لكم أنتم حاجة مختلفة عني، بس طبعًا أنا مختلفة عشان أنا ما باطلعش أهاجم ناس ما أعرفهاش، يعني ما واطلع بقى أغيّر رأيي بعد ما يموتوا وأقول إن هُم كانوا صح، إن أنا كنت مريض وخفّيت على كلامه، وإن كل اللي كان بيقوله كان صح وإحنا ما كناش نعرف الحقيقة، وده مش أنا بصراحة.
بس بنخاف عشان إحنا طالعين في مجتمعات بنخاف، بنخاف كلنا. علشان اللي بيقول رأيه بصراحة أنتم عارفين بيتعمل فيه إيه، الله يرحمه الدكتور وغيره، لأن دول كل البلاد كل البلاد العربية تقريبًا هي بيشتغلوا مع بعض. بس أنا طبعًا هنا مش عشان أنتقد كل البلاد العربية، أنا لمّا باعمل فيديوهاتي باتكلم على بلدي ودي كفاية، بس طبعًا في الآخر هُم كلّهم connected والحمد لله بجد. يعني أنا أول مرّة أقولها، أنا باقولها يعني بطُرق مختلفة في كل فيديوهاتي، بس النهارده هاقولها لكم بصراحة، أنا الحمد لله أنا مبسوطة إن أنا مش عايشة في مصر، والله العظيم بجد، بجد. في ناس كتير أوي شُعرا في الزمن اللي كان قبلنا، كانوا بيقولوا حاجات كتير جدًا إن أنت ما تطلعش من بلدك وإن أنت ما تهاجرش وإن أنت ما فيش شاعر منهم قال أي جملة إن أنت ما تطلعش من بلدك وبلدك جميلة وهو كان عايش في بلده. اللي كان عايش في أمريكا واللي كان عايش في إنجلترا واللي كان عايش في كندا واللي كان عايش هنا واللي كان عايش هنا واللي كان عايش هنا. والناس المضللين اللي على الإنترنت اللي عايشين برّه اللي بيعملوا لِك فيديوهات وبيطبّلوا، حسبنا الله ونعم الوكيل، بجد. وده كان الفيديو بتاعي النهارده واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.